الفيديو ده هاشرح لك أسهل قاعدة في اللغة الألمانية وهي قاعدة المودال فعل اللي هي الأفعال المساعدة. يعني بص بكل بساطة ركز معايا. عندنا الأفعال المساعدة هما الستة دول. حلو، النهارده هشرح لك فعل واحد بس وهو فعل مسن. فعل مسن، فعل مسن ده معناه يجب علي أن. فعل يعمل معناه arbeiten وعارفينه صح؟ أنا أعمل ich arbeite. طب أنا أعمل في ألمانيا، لو أنت شغال في ألمانيا فأنا أعمل في ألمانيا ich arbeite in Deutschland. Ich arbeite in Deutschland. طيب لو أنا عايز أقول يجب علي أن أعمل في ألمانيا، يجب علي أن هو ده فعل مسن بيتصرف مع ضمير إيش اللي هو أنا، بتبقى إيش مسن. بص بقى، لما إن مسن بيجي في الجملة بيودي الفعل الأساسي في آخر الجملة وبيخليه في حالة المصدر. ركز، يعني دلوقتي أنا بقول أنا أعمل في ألمانيا ich arbeite. arbeite هو فعل هو يعمل arbeiten صح؟ ich arbeite in Deutschland. طيب لو جه فعل مسن في الجملة إيه اللي هيحصل؟ هتبقى ich muss in Deutschland arbeiten. فاهم؟ الفعل مسن ودى الفعل في آخر الجملة وخلاه في حالة المصدر عادي. طيب ممكن نربط القاعدة دي بقاعدة فايل. فاكرين فايل كانت بتعمل في الجملة من الحلقات اللي فاتت؟ بتودي الفعل في آخر الجملة وبتخليه زي ما هو متصرف. أنهي فعل بقى؟ ركز معايا. الجملة الأساسية عندنا كانت إيه؟ ich arbeite in Deutschland. جت فعل مسن بقت الجملة إيه؟ ich muss in Deutschland arbeiten صح؟ طب لما تيجي فايل قبليها بقى إيه اللي هيحصل؟ هتبقى فايل ich in Deutschland arbeiten muss. فاهم النقطة؟ طيب يعني مثلا لو عايز أقول أنا بتعلم ألماني، أنا بتعلم إيه؟ ألماني. ich lerne Deutsch صح؟ لأنه يجب علي أن أعمل في ألمانيا. طيب ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland arbeiten muss. بكل بساطة. طيب كل الأفعال المساعدة بتاخد نفس القاعدة. بتاخد إيه نفس القاعدة؟ يعني فعل مسن هو فعل كونن. طيب ركز معايا، أنا هديك الفعل التاني دلوقتي بس أنت اللي هتكتب في الكومنتات تحت. اكتب لي تحت في الكومنتات يا معلم: أنا أتعلم اللغة الألمانية ich lerne Deutsch. حلو؟ لكي أستطيع أن أعمل في ألمانيا. أنا أعمل في ألمانيا خدناها معناها إيه؟ ich arbeite in Deutschland صح؟ أنا يجب علي أن أعمل في ألمانيا ich muss in Deutschland arbeiten. طيب أنا أستطيع أن أعمل في ألمانيا معناها ich kann in Deutschland arbeiten. طيب كون لي بقى الجملة دي تحت في التعليقات باستخدام قاعدة ضمير. ضمير بتعمل في الجملة بتودي الفعل في آخر الجملة وبتخليه زي ما هو متصرف. طيب يلا كون لي الجملة دي وقول لي: أنا أتعلم اللغة الألمانية لكي أستطيع أن أعمل في ألمانيا.